بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها إيما وهي واقفة قدام المراية، وبتكون إيما بنت يتيمة وعايشة مع عمتها واللي بيكون اسمها أنجلا وجوز عمتها واسمه روب. وبتكون إيما واقفة قدام المراية وبتكلم نفسها وبتتدرب على طريقة كلام كويسة لحد ما بتيجي عمتها تنادي عليها علشان ميعاد الفطار. فبتجهز إيما نفسها بسرعة وبتنزل تفطر مع عمتها وجوز عمتها وابنهم الصغير. وبيكون واضح إن أنجلا وروب بيحبوا بعض لكن مش عارفين ياخدوا راحتهم سوا بسبب وجود إيما في البيت، وبيقعدوا يفطروا كلهم سوا وبيدردشوا مع بعض. وروب بيسأل إيما عن مستواها الدراسي، فبتقول له إيما ما يقلقش عليها لأن هي من أحسن الطلاب في الصف كله. وبيكون واضح على إيما إن هي نرجسية بدرجة كبيرة وشايفة إن مفيش أي منافسين ليها. وبعد ما بيخلصوا فطار بتروح أنجلا توصل إيما للمدرسة، لكن قبل ما إيما تدخل المدرسة بتشوف في العربية إعلان لمدرسة داخلية. فبتستغرب إيما وبتسأل عمتها عن الإعلان ده وعن سبب وجوده في العربية، فبتقول لها عمتها إن هي وروب بيفكروا ينقلوها المدرسة داخلية بحجة إن التعليم فيها أفضل، لكن في الحقيقة هما بيكونوا عاوزين يخلوا إيما تمشي من البيت علشان يرتاحوا منها وياخدوا راحتهم. فبتتضايق إيما لأن هي بتقدر تحس إن هما مش عاوزينها في البيت. وبتقول إيما لعمتها إن هي هتفكر في موضوع المدرسة الداخلية ده، وبتودعها وبتمشي. وبتدخل إيما للمدرسة وبتروح تسلم على صاحبتها المقربة ستيفاني، وبيدخلوا للصف مع بعض. وفي الصف بيكون واضح إن إيما متفوقة ومجتهدة وبتجاوب على كل الأسئلة اللي بتتسألها بمنتهى السهولة، والمدرس بيكون فخور بيها جدا لحد ما في بنت بتدخل الفصل وبتقاطعهم وبتدي ورقة للمدرس. وبعد ما المدرس بيقرأ الورقة بيعلن للطلاب إن البنت دي هي زميلتهم الجديدة وبيكون اسمها كات. فبتدخل كات تقعد في الصف زي باقي زمايلها، وبيرجع المدرس يكمل حصته من تاني. وبتلاحظ كات من البداية إن إيما هي أشطر طالبة في الفصل وإن هي متفوقة جدا. وبعد الحصة بتروح إيما لصف الرقص علشان تتدرب على الرقص هي وستيفاني صاحبتها، وده لأن هما الاتنين بيكونوا مشتركين في فريق الرقص المدرسي. وبتكون إيما بتشتغل على نفسها وبتتدرب كتير علشان بتتمنى تكون قائدة فريق الرقص، لكن وأثناء الحصة بتلاحظ إيما إن صاحبتها ستيفاني بترقص أحسن منها، وبتلاحظ إن الكل معجب بيها وبرقصها. فبتضايق إيما جدا وبتغير من ستيفاني لأن هي ما بتحبش يكون في حد أحسن منها، فبتقرر تشتغل على نفسها أكتر علشان تبقى أحسن منها. وبتروح إيما تقعد لوحدها وبتستنى الحصة تخلص علشان كله يمشي وتفضل هي تتدرب لوحدها في المكان. وبعدها بترجع إيما للبيت وبتروح تقعد لوحدها وهي متضايقة. وفي نفس الوقت ده بتكون أنجيلا بتتخانق مع جوزها روب خناقة كبيرة، وده علشان ابنهم الصغير كان هيقع في حمام السباحة وهي أنقذته، والمفروض إن روب كان مخلي باله منه. فبيقول روب لأنجيلا إن هو كان قافل باب الجنينة كويس علشان الولد ما يقدرش يخرج بره البيت وإن هو ما يعرفش الباب اتفتح إزاي، لكن أنجيلا ما بتهتمش بكل الكلام ده وبتقول له روب إن هو مهمل. وبتاخد ابنها وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبتروح إيما للمدرسة وبتقعد مع ستيفاني وباقي أصحابها وبيفضلوا يتكلموا ويدردشوا سوا لحد ما بتلاحظ ستيفاني إن كانت الطالبة الجديدة قاعدة لوحدها وما عندهاش أي أصحاب. فبتزعل ستيفاني على كات وعلى الوحدة اللي هي فيها، وعلشان كده بتكون عايزة تروح لكات وتعرض عليها إن هي تنضم لهم وتيجي تقعد معاهم، لكن إيما بتوقفها وبتقولها إن هي اللي هتروح تتكلم مع كات. وبالفعل بتروح إيما لكات وبتتكلم معاها وبتقول لها على اسمها وبتعرض عليها إن هي تيجي تقعد معاهم. فبترد عليها كات بوقاحة وبتقول لها إن هي عارفاها كويس ومش عايزة تقعد معاها ولا مع أصحابها. فبتستغرب إيما من رد كات وطريقة كلامها معاها وبتسيبها وبتمشي. وبترجع إيما لأصحابها وما بترضاش تقول لهم إن كات أحرجتها، وبتقول لهم إن هي قالت لها هتبقى تيجي تقعد معاهم مرة تانية. وفي نفس الوقت ده وأثناء ما روب بيرتب أوضة إيما بيلاقي سكينة الصيد الخاصة بيه موجودة في مكتب إيما، فبيستغرب جدا من وجود السكينة وسط أغراض إيما، لكن ما بيهتمش قوي وبياخد السكينة بتاعته وبيمشي. وبعد المدرسة بترجع إيما للبيت وبتلاقي أنجيلا وروب مستنيينها علشان يبلغوها بخبر مهم، والخبر ده إن روب استخدم معارفه ونقلها للمدرسة الداخلية اللي كانت أنجيلا كلمتها عنها قبل كده. فبتقول لهم إيما وهي مرتبكة إن هي مرتاحة في المدرسة اللي هي فيها ودراستها ماشية كويس. فبيقول لها روب ان الدراسه في المدرسه الداخليه دي احسن بكتير وهي هتحس الفرق بنفسها. ولما بتتاكد ايما ان هي خلاص هتتنقل للمدرسه دي بشكل رسمي بتقول لهم ان هي متحمسه جدا للدراسه هناك، وبتسيبهم وبتطلع اوضتها. واول ما بتطلع لاوضتها بتحط راسها في المخده وبتفضل تصرخ، وبتكون متضايقه جدا من كذا حاجه. واول الحاجات اللي هي متضايقه منها هو روب واللي عايزها تمشي من البيت في اسرع وقت ممكن. ولما بيجي الليل بتشوف ايما كابوس، والكابوس ده بيكون فيه جثث ناس كتير بتموت وبتتقتل. والغريب بقى ان ايما بتصحى مبسوطه من المناظر اللي شافتها في الكابوس بدل ما تكون مرعوبه وخايفه. ولما بيجي تاني يوم بتروح ايما تقعد مع اصحابها وهي متضايقه،
لدرجة ان اصحابها بيلاحظوا ان هي متضايقة من حاجة وبيسألوها لو في مشكلة، لكن هي بتقول لهم ان مفيش اي حاجة وان هي تعبانة شوية مش اكتر. وفجأة وهما بيتكلموا بتيجي كات تنضم لهم وبتقعد معاهم على الترابيزة وبتتعرف عليهم كلهم وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم ان هي من نفس منطقة ايما وان هي تعرف ايما كويس لكن ايما ما تعرفهاش. فبتقطعها ستيفاني وبتقول لها ان هي عاملة حفلة بكرة في بيتها وبتعزمها على الحفلة دي، وكانت بتوافق على العزومة وهي متحمسة وبتقول لها ان هي هتبقى تيجي الحفلة وبتودعهم كلهم وبتمشي. وبتكون ايما ساكتة وما بتتكلمش من ساعة ما عرفت ان كانت تعرفها من زمان. وبعد المدرسة بترجع ايما للبيت وبتروح تساعد انجيلا وروب في تحضير العشاء لحد ما بتسمع انجيلا صوت ابنها وهو بيعيط، فبتروح تشوفه وبتقول له روب ياخد باله من الاكل اللي على النار. لكن تليفون روب بيرن وبيضطر يروح يشوف مين بيكلمه، وقبل ما يمشي بيقول لايما تاخد بالها من الاكل علشان ما يتحرقش. لكن الغريب هنا ان ايما بتعلي النار على الاكل وبتخليه يتحرق. ولما بترجع انجيلا وبتشوف ان الاكل اتحرق بتزعق لروب وبتتخانق معاه خناقه كبيره جدا. وبيقول روب ان هو قال لايما تاخد بالها من الاكل وهي ما سمعتش كلامه، فبتقول له ايما ان هي اضطرت تدخل الحمام وان ده مش غلطها وهو اللي ساب الاكل ومشي. فبيفضل روب يتخانق مع ايما لحد ما انجيلا بتسكتهم هما الاتنين وبتقول لهم ان هما خلاص هيطلبوا اكل جاهز من بره علشان تحل المشكله. ولما بيجي تاني يوم بنكتشف ان ايما بتتواصل مع دكتوره نفسيه وبتكلمها فيديو كول، والدكتوره بتساعدها على حل مشكلاتها وبتقول لها الدكتوره ان هي غلطانه في مشكلتها مع روب وبتطلب منها تاخد الخطوه وتروح تعتذر لروب وتحل المشكله. فبتقتنع ايما بكلام الدكتوره وبتروح لروب فعلا وبتعتذر له وبتقعد تتكلم معاه شويه وبتشكره على كل حاجه عملها ليها. ولما بيجي الليل بتجهز ايما نفسها علشان تروح لحفلة ستيفاني، وقبل ما تمشي بتروح انجيلا تعرض على ايما ان هي توصلها لبيت ستيفاني علشان الوقت اتأخر، لكن ايما بتقول لها ما تقلقش عليها لان بيت ستيفاني قريب ومفيش حاجة تخليها تقلق. وبتروح ايما للحفلة وبتقعد مع اصحابها وبيفضلوا يلعبوا ويهزروا مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم لحد ما بتيجي ام ستيفاني تنادي على ايما وبتقول لها ان الاسعاف جت خدت روب جوز عمتها وان هو حاليا في المستشفى وحالته صعبة جدا. فبتنصدم ايما وبتروح بسرعة للمستشفى وبتلاقي انجيلا منهارة من العياط على حالة جوزها واللي بتكون العربية وقعت عليه وهو بيحاول يصلحها في جراج البيت. وبتعرف ايما ان هو حالته حرجة جدا وان هو دخل في غيبوبة لكن في امل ان هو يعيش. وبتعدي الايام وفي يوم بيفوق روب من الغيبوبة وبيلاقي مراته جنبه وبيكون لسه تعبان وحالته صعبة ومش قادر يتكلم. فبتفضل انجيلا تهديه وبعدها بتسأله لو كان فاكر اي حاجة عن الحادثة اللي حصلت له، فبيشاور لها علشان تجيب له ورقة والمفاجأة ان هو بيكتب لها اسم ايما في الورقة وده معناه ان ايما ورا الحادثة اللي حصلت له. لكن انجيلا ما بتفهمش كده وبتفتكر ان هو عاوز يطمن على ايما مش اكتر. وبترجع انجيلا للبيت وبتروح لايما وبتقول لها ان روب فاق من الغيبوبة وان هي هتخليه يرجع يكمل باقي علاجه في البيت. واول ما ايما بتسمع ان هو فاق بترتبك وبتسألها لو قال اي حاجة عن الحادثة اللي تعرض لها، لكن انجيلا بتقول لها ان هو لسه مش قادر يفتكر اللي حصل. فبتفرح ايما وبيكون واضح ان هي فعلا ورا اللي حصل لروب. وبعدها بتروح ايما لصف الرقص وهي متحمسة لان اليوم ده بيكون يوم انتخاب قائدة فريق الرقص. ولما بتروح ايما لهناك بتعرف من الطلاب ان ستيفاني ما قدرتش تيجي للصف النهارده وده علشان هي لقت الكلب بتاعها مقتول ومرمي في الغابه بشكل بشع. فبتتاثر ايما بغياب صاحبتها لكن ما بتهتمش وبتدخل للصف على امل ان هي تفوز في الانتخابات وتبقى هي قائده فريق الرقص. لكن المفاجاه ان المدربه بتدي المنصب ده لستيفاني لان هي احسن واحده في الفريق كله، ورغم ان هي غايبه في اليوم ده وما قدرتش تيجي لكنها برضه لسه الافضل وتستحق الفوز. فبتتظاهر ايما ان هي فرحانه على صاحبتها ستيفاني قدام الكل، لكن اول ما بترجع للبيت بيبان ان هي متضايقه ومتعصبه جدا. وبعدها بتروح ايما تشوف انجيلا وهي جايبه روب على كرسي متحرك علشان يكمل علاجه في البيت معاهم. فبتروح ايما ترحب بيه في البيت وبتقعد تتكلم معاه شويه وبتساله لو فاكر اي حاجه عن الحادثه اللي حصلت له، فبيقول لها روب ان هو مش قادر يفتكر اي حاجه عن الحادثه. واول ما ايما بتسمع كده بتفرح وبتفضل تساعده طول اليوم. ولما بيجي تاني يوم بتروح ايما للمدرسه وبتلاقي كيت جايه تتكلم معاها وبتقول كيت لايما ان هي عارفه حقيقتها وهتفضحها في كل المدرسه وهتعرفهم حقيقتها. وبتقول لها ان هي مختلة نفسيا ومجنونة وقتلت اكتر من شخص في المنطقة بتاعتهم زمان. وبيكون واضح ان دي الحقيقة فعلا لان ايما ما بتنكرش الكلام ده كله. وكمان بتبدأ تهدد كيت ان هي هتخلص عليها هي كمان وبتفضل تستفزها لحد ما كيت بتتعصب وبتضربها بالقلم. وبيكون في مدرس معدي وبيشوف اللي بيحصل ده من بعيد وبيتدخل وبيعاقب كيت على اللي عملته. وطبعا ايما بتعيش الدور وبتمثل ان هي منهارة من العياط. ولما بيجي تاني يوم بتروح ام ستيفاني تتكلم مع انجيلا
لان هما الاتنين اصدقاء. وبتقول لها ام ستيفاني ان بنتها بتمر وقت صعب علشان زعلانه على الكلب بتاعها، خصوصا ان هما لقوا كاميرات المراقبه مصوره بنت وهي بتسرق الكلب وبتاخده ناحيه الغابه. وكل ما ستيفاني تشوف الفيديو ده بتنهار وبتجيلها حاله صرع، وبيخرجوها من حاله الصرع دي بشويه ادويه، والموضوع بيكون خطير جدا علشان ممكن تموت لو ما لحقوهاش. فبتتاثر انجيلا جدا وبتزعل على ستيفاني، وبتطلب من ام ستيفاني ان هي تبعت لها الفيديو اللي سجلته كاميرات المراقبه. وبتتفرج انجيلا على الفيديو وبتتفاجئ ان البنت اللي سرقت كلب ستيفاني وراحت بيه ناحيه الغابه هي ايما بنت اخوها، وده علشان هي كانت عايزه تمنع ستيفاني من ان هي تروح لصف الراس يوم الانتخابات. ورغم ان خطتها نجحت لكن في النهايه ستيفاني فازت عليها في الانتخابات برضه. وفي نفس الوقت ده بتيجي حاله صرع لستيفاني وهي في المدرسه، ولما بيحاولوا ينقذوها ويدوها الدواء بيلاقوا في شخص سرق الدواء من شنطه ستيفاني، وبتفضل ستيفاني في الحاله دي لحد للاسف ما بتموت. وطبعا بتكون ايما هي اللي سرقت الدواء بتاع ستيفاني علشان تخلص عليها، وللاسف خطتها بتنجح. ولما بيجي الليل بتروح انجيلا تواجه ايما وبتسالها لو عملت حاجه في صاحبتها ستيفاني او حتى عملت حاجه في الكلب بتاعها، لان هي شافتها في الكاميرات وهي بتسرق الكلب وكانت رايحه بيه ناحيه الغابه. فبتنهار ايما من العياط وبتقول لانجيلا ان هي كانت بتتمنى تكسب منصب قائده فريق الرقص، لكن ستيفاني كانت بتقف في طريقها وبتمنعها، وكمان كانت بتغيظها وان هي كانت متضايقه منها شويه، فقررت تسرق الكلب بتاعها وتخليه يتوه في الغابه. لكن مش هي اللي قتلت الكلب، لان هي ما تقدرش تعمل كده، وكمان ما تقدرش تاذي صاحبتها ستيفاني وتضرها باي شكل. وطبعا لما انجيلا بتلاقي ايما منهاره من العياط وهي بتتكلم بتصعب عليها وبتصدقها، وكمان بتعتذر لها انجيلا علشان هي شكت فيها، وبتحضنها وبتفضل تهديها. ولما بيجي تاني يوم وبيسمع روب كل اللي حصل بيتأكد ان ايما هي اللي خلصت على صاحبتها وهي اللي قتلت الكلب بتاعها، لان هو بيفتكر ان هي كانت السبب في الحادثة اللي حصلت له، وان هي اللي وقعت العربية عليه وهو تحت العربية. فبيروح روب يواجه ايما وبيقول لها ان هو عارف حقيقتها، وان الوش المخادع اللي هي بترسمه للناس مش داخل عليه، وان الحل الوحيد اللي هيخليه ما يفضحهاش ولا يعرف الناس حقيقتها هي انها تروح المدرسة الداخلية وتنساهم وتبعد عنهم للابد. والسبب اللي بيخليه ما يفضحهاش ويديها الفرصة دي هو انه مش عايز يجرح انجيلا، لان هو عارف ان انجيلا بتحبها جدا وهتزعل عليها لو حصل لها اي حاجة. فبتوافق ايما على كلامه وبتقول له ان هي هتتنقل للمدرسة الداخلية في اقرب وقت، وبتسيبه وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبتاخد انجيلا ابنها وبتخرج علشان تزور صديق للعيلة. واول ما انجيلا بتمشي بتروح ايما تتصل بزميلتها كيت وبتطلب منها تيجي البيت عندها تقعد معاها، لان هي عايزه تعترف لها بكل حاجه هي عملتها زمان وبكل الجرائم اللي هي عملتها. فاول ما كيت بتسمع كده بتوافق وبتقول لها ان هي هتيجي دلوقتي. وبالفعل بتروح لها كيت البيت وبتستقبلها ايما وبترحب بيها وبتديها مشروب، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبتعترف لها ايما ان هي اللي قتلت ستيفاني وقتلت الكلب بتاعها، وكمان بتعترف لها ان هي اللي وقعت العربيه على جوز عمتها، وبتعترف لها بكل الجرائم اللي هي عملتها طول السنين اللي فاتت. وقبل ما بتخلص كلام بتكون كيت خلصت مشروبها واللي ايما بتكون حاطلها فيه سم، فبتبدا كيت تدوخ وبتفضل ايما تتفرج عليها وهي بتتعذب وبتموت. وبعدها بتتصل ايما بالشرطه وهي بتمثل ان هي منهاره، وبتقول لهم ان هي عزمت صاحبتها في البيت عندها لكن صاحبتها اتجننت، وبعدها هجمتها وكمان ولعت في البيت بتاعها. ولما بتقفل ايما المكالمه بتروح للمطبخ وبتبدا تولع في البيت فعلا. وفي نفس الوقت ده بيكون روب قاعد في اوضته وبيبدا يحس ان في حاجه غلط بتحصل، وبيسمع صوت ابنه وهو بيعيط في الدور التاني. فبيحاول يروح يشوفه رغم ان رجليه لسه مصابه ومش قادر يمشي، لكن بيفضل يقاوم لحد ما بيطلع للدور التاني. لكن لما بيوصل بيتفاجئ ان ده مش صوت ابنه ولا حاجه، وان ايما مشغله تسجيل صوتي علشان تخليه يطلع فوق عقبال ما هي تولع في الدور اللي تحت. ولما بيكتشف روب الخدعه دي بيحاول يهرب بسرعه، ولكن ما بيعرفش سبب الاصابه اللي في رجليه. وفي نفس اللحظه دي بتوصل انجيلا وبتشوف البيت وهو بيولع، فبتطلع ايما لانجيلا وبتقول لها ان كانت حاولت تقتلهم وولعت في البيت، لكن انجيلا ما بتصدقهاش وبتقول عليها مجنونه، وان هي كانت لازم تسمع كلام اخوها زمان واللي هو يعتبر ابو ايما، واللي قبل ما يموت حذر انجيلا من شر ايما وعرفها ان هي مختلة عقليا. لكن عشان انجيلا كانت بتحب ايما وشايفاها طفلة بريئة ما كانتش مصدقة الكلام ده وما سمعتش كلامه، وبتسيب انجيلا ابنها في العربية وبتدخل بسرعة للبيت اللي بيولع علشان تنقذ جوزها. وبتحاول انجيلا تخرجه ولكن للاسف هما الاتنين ما بيقدروش يخرجوا وبيموتوا بسبب الدخان. وبعدها بتوصل الشرطة وبياخدوا ايما والطفل الرضيع واللي هو ابن انجيلا وبينقلوهم لدار رعاية عشان يتربوا هناك. وبتكون ايما في الوقت ده فرحانة جدا وبتحس ان هي انتصرت، وكمان فرحانة علشان قدرت تعمل اكتر من جريمة وما تسيبش وراها اي اثر. وبيخلص الفيلم.